السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة جه في دماغي موقف قلت احكيه لكم، وهو ايه المادتين او المادة اللي وقعوني في ثانوية عامة. انا في ثانوية عامة كنت بعد كل امتحان كان معايا نوت بوك كده، كنت واخدها من دكتور احمد الجوهري. كنت بكتب فيها كل الدرجات اللي بجيبها، يعني اي درجة بجيبها، لان انا كان كله بيقول لي ما تراجعش بعد الامتحان، ولكن انا بصراحة كنت باجي براجع على طول بعد الامتحان. فجيت بعد الامتحان، كنت باجي بعد كل امتحان اكتب درجة كذا كذا كذا. فجينا بقى يوم امتحان الفيزياء. في المادتين اللي وقعوني كانت العربي والفيزياء. العربي انا كنت عارف ان انا كده كده يعني ما حلتش فيه كويس، وليه؟ عشان انا ما كنتش بحل كتير. ده كنت عارفه. الفيزياء بقى اللي اتصدمت فيها، ليه؟ لان انا الفيزياء يعني خدت فيها تقريبا مع 3 مدرسين. خدت مع محمود مجدي، وخدت في الاول مع محمد عبد المعبود، وخدت في الاخر المراجعات خدت مع دكتور كرولوس. يعني الفيزياء خدت فيها قد كده، وكنت جايب تقريبا 5 كتب في الفيزياء، بس ما حلتش صراحة. كنت بحل كده مع الدكاترة بشوف الفيديوهات صراحة، يعني جبت 5 كتب وما حلتش منهم غير يمكن كتاب ولا حاجة. فعشان كده ما تجيبوش كتب كتير في المراجعة، انتوا اصلا خلاص انتوا هتمتحنوا كمان كام يوم. ولكن انا الفيزياء الامتحان بعد ما جيت لقيت انا كنت خارج منه، كنت حاسس انه كويس، هو طويل بس كان كويس. فالمهم انا بعد ما جيت لقيت بقى الناس كلها بتقول ده فيه غلطات وفي حاجات كتير. فانا قلت اراجع زي ما براجع على طول، فرجعت مع مستر احمد بركه تقريبا اللي هو بيطلع مع محمد عبد المعبود. فالمهم رجعت معاه تقريبا كان عندي 9 غلطات. 9 غلطات يعني مش 9 غلطات، كان عندي 9 درجات، عشان بس كان عندي 9 درجات غلط، لان تقريبا كان في سؤال ب2. كان عندي 9 درجات غلط، مع اسئله فيها شك حسبت لنفسي 12، يعني 12 درجه. يعني المفروض ابقى جايب كام؟ المفروض ابقى جايب 48 من 60 مثلا. فالمهم انا جيت يوم النتيجه لقيت المجموع يعني ايه ده؟ مش ده اللي انا كاتبه في النوت بوك. انا كاتب المجموع، يعني عارف ان انا مش هقدر اجيب حاجه حكومي، ولكن انا كاتب المجموع كان مجموع عالي شويه. فابص الاقي فجاه المجموع يعني غير اللي انا كاتبه خالص. ابص على درجات الاقي درجات كويسه، يعني مثلا الجيولوجيا 55، الكيمياء 53، مش عارف ايه الانجليزي تقريبا 53، او 43 مش فاكر. هو كنت ناقص تقريبا 8 درجات. فالمهم ابص الاقي العربي درجته تحت خالص، والاقي الفيزياء اللي انا كنت قايل ان انا بالكتير هنقص فيها 12 درجه، الاقيني اتصدمت صدمه، الاقيني جايب فيها 31 ونص. انا مش فاهم ازاي. يعني ما هي دي الماده اللي انا مراجع، يعني انا مراجع مع كذا مع كذا مستر وانا عارف اختياراتي وعارف كل حاجه، عارف ان انا هجيب درجه كذا. ما اصل ده مثلا مستر احمد بركه ده بسم الله ما شاء الله عليه في الفيزياء، يعني ما فيش سؤال يقع كده يحله غلط. فانا ابص الاقي انا جايب 31. دي صراحه كانت صدمه بالنسبه لي. بس خليني اقول لكم ان في سر ورا ال 31 اللي جبتها دي، دعوه انا دعيتها بسببها انا جبت 31. هبقى اقول لكم القصه بتاعتها بس بعدين. فالمهم انا بقى بعد ما جبت ال 31 دي انا اتصدمت، وقعدت مبلم كده وبس. يعني صراحه زعلت قوي، ولكن كل حاجه ربنا كاتبها. وخلي بالكم ال 31 دي برضو كانت خير عليا، يعني انا بالنسبه لي هي خير عليا الحمد لله. وبعد كده زدنا مش عارف كام درجه كده، كان في مشكله وبقت 35 تقريبا حاجه زي كده. بس دي كانت قصة ال31. هي والعربي المادتين اللي وقعوني بطريقة وحشة جدا. بس ده مش معناه، بس أنا متأكد إن أنا حالي كويس، أنا متأكد إن دي غلطة في الكنترول أو حاجة. بس ده مش معناه إن أنت تقول أنا ممكن يحصل لي زي ما حصل لك كده أجيب درجة وحشة. دي كلها حاجات ربنا كاتبها، وأنا زي ما بقولك ممكن تكون 35 دي خير عليا وأنا معرفش. فبس ده اللي أنا حبيت أقوله لك يعني. وفي ناس كانت مثلا، في ناس صحابي كانوا شاكين ان هم هيجيبوا في التلاتينات وجابوا حاجه و50. انت ما تعرفش، دي كلها تدابير ربنا.